مراتك وعيالك ناوي تجيبهم هنا ايطاليا ولا هتسيبهم على طول في هم مصر؟ لسه بادئ حياتك هنا في ايطاليا، لازم لما تجيب عيالك لازم يكون معاك سكن، مأمن نفسك، معاك شغل حلو عشان تعرف تصرف على عيالك وتعلمهم. يعني انت ناوي تجيبهم يعيشوا إن شاء هنا، الله. بس انت تعرف انك لو جبتهم هنا ايطاليا هتجيب شقه، الشقه دي هتتكلف لها اقل حاجه 700 أنا يورو بقول كل لك شهر، ما- اكل وشرب مبلغ تمام. برضه، كهرباء وغاز. تيجي تحسبها انت هنا كده كده انت ساكن بتصرف تدفع وساكن. بوستوليتو 200 يورو، مش طب هتدفع 200 يورو 700. يعني انت عيالك بعيد، انت بقالك سنه ونص ولا سنتين بعيد، تمام. بتنزل سنه ولا شهر ولا شهرين وترجع تاني، بس لما يكونوا جنبك حياه غاليه وكل حاجه، بس في حاجات برضو مميزات حلوه بيدوها لك. ده هما لو في مصر انت هتعرف توفر قرش، لكن طول ما هما معاك ما هنا مش هو- هتوفر حاجه. عيال لما يكونوا جنبي كنوز الدنيا كلها طبعا، يكونوا قدامي بيكبروا قدامي وبعرف اعلمهم وبعرف اقول لهم التقاليد بتاعتنا. هتعرف تخليهم يتعلموا العادات والتقاليد بتاعتك، يعني مش هيبقوا فشله زي ما الشباب اللي بيكبروا وبيتربوا هنا وبيبقوا مش كويسين. ايطاليا فيها حريه وكل حاجه، بس لازم ليه دينك بتمشي عليه، انت بتاسس عيالك على دين بتاعك اللي ربنا بيقول لك عليه. تمام، بس هما لما هيكونوا هنا برضه مش هتعرف تسيطر عليهم، لان